دارين هيفي اف ام دما وخشبة أزند إبراهيم بورما دخلك كنوش كوشيانوش دارده دارين ما مجارة ما إيرو لسرنا خوشيا قصور الغدة الدرقية يا بوكو أمناز بكن ابن خوشيتشيا وچه سدميويا وچاواتي چار سركرن بمريا إيرو دكتور روان تمو بسبوري نخوشين غدد صم وهستيا ويجمر بقى خبا وهنا آقاهين بهتروي بدا خوياني كرن. مرحبا جوري، دكتور روان تمومة، أخصائي غدد صم وسكري، دراسات عليا أسد جامعي خريج شاميم. أما إيرو قال قصور الدرق بك. طبعا قصور الدرق كواجي نخوش تيبا ما يجمر مثلا قدامنا شغله أو مشاكل محدد الباوي هنا أنا مقالة وابكن. قصور الدرق بشكل عام قصور الدرق بدئي هي أو الأكثر شيء عن قصور الدرق البدئي قصده ما بي كواجي غداوي ناشغله. وهي جمتها قصور الدرق الثانوي هي وقصور الدرق الثالثي هي أفنا مواضيع معقدترن. قصور الدرق الثانوي يعني نقاواجي غداءات قركيد ناشغله قواجي غداك الجور ناشغله فناهي الآبني بشغله بري حرتشتي. قصور الدرق بشكل عام أسبابه ويشنا أشياء سبب إيش قصور الدرق البدئي نخوشيك نابي التهاب الدرق لهاشيموتو. طبعا بسبب مناعي ذاتي هاشيموتو تشلوتي غالبا الباء أعماري بتشوك مثلا حتى عمري تقريبا أمبيجن جبيستا حتى سي تشيل صال أبنا غالبا ضخامة درقية بوارها يعني تين قرقاوة حبكي مظنش في حين الباقي مظن بالعمر بشتي عمري بينجي غالبا تين ضمور دغدد هي قرقاوة نهائيا تشكي ناحس تيكو شركة بين ضمور تد هي إيش غيري ولو غداوة ما قلت ناشغله. طبعا أسباب ندجي هنج قصور الدرقرة هي جمتا قافاقي المعالجة بكمية زائدة من اليود أفسبب سوري تني لأنه عاوز يود أساساً البامل السوري هي جمدة قبل التهاب دكا بغديده يعني وقت شلو قبل بلوزات التهاب دقرن أو جه التهاب دقرن تشتكي نابي التهاب الدرق تحت الحاد أو التهاب الدرق الصامت أف غدة التهاب دقرن فتراكي دهيله غدة بيتر بشغله بيشتوي إجا أف غدة خرادبه قصور درق شدبه. البامزنا بشكل عام أسبابه بتشي أعراضاتين الأشياء وخاصة البابي ركا قبل زيادة وزنها يعني قصة زيادة وزن بأي سبب من الأسباب وخاصة زيادة الوزن السريع يعني كسب الوزن السريع. أنا قل لك جراب بيركتين دبي والله وزنها مزيدي طيب أب وزنها هان بشكل كده تدريجي خلال صال كده تشيبوي ولد آخر سيمة هدي تشيبوي مثلا قصة زيادة الوزن السريع أف غالبا متماشي مع مشكلة غدية. الجمتة هي سهولة التعب قبل جزود التعب الإحساس بالبرد اضطرابات الدورة تشتن هنا وكيدن ضعيف ترن قابك خشونة صوتها قابك جمتة تشنجات عضلية هبن قابك جلد جاف وخشن. أمهاتن تحاليل مخبر هرمون الدرقي ممكن قلك تحاليله بغيرين قابك الهرمون الدرقي بلند TSH نال الغدة الدرقية إفراز ذكي الغدة النخامية إفراز ذكي بس TSH فكراك يدمهك أفغدة شغال ولا نا قابا TSH بلند به معناته نخامة بيتر تشغل لأنه درق نشغال يعني تحاولين ويبنى بهنا أنه بشغل فبالتالي قبلند به معناته قصور درق البامة هي. معالجة ويشي طبعا معالجة بيفتني سر مستوى عالمي كشي معالجة قصور درق التيروكسين أفضل ما يجي درماني بيفتني تيروكسين جرعاوي تحد داندن بحسب العمر شلو مقسمان بقوا فترة الرضاعة وفترة الأطفال والبلوغ أفجي نفس الشيء. الأطفال بشكل عام جرعاوة تقريبا 8 ل 10 ميكروغرام على الكيلوغرام يعني جرعة مظن قلك في حين البا مزنا جرعاوي 1.7 ميكروغرام على الكيلوغرام يعني جرعة قلك زاروكا بشوش كتير عكس الحالة الطبيعية. تي بالعادة درمان أمد بين جرعاتي مظن البا مزناي أبي أنا العكس لأنه بيشترقوا مقول هرمون الدرقي تأثيره قلكي سر نموهي. نقطة قلكي مهم أم بيجي النقطة داوي خلال الحمل أفدر ما ناي سكناندين ولا بأي شكل من الإشكال أبدا على العكس تماما. إذا خلال الحمل التيروكسين ناي سكناندين ولا لأي سبب من الأسباب إطلاقا لأنه سكنانديناوي يعني تشوهات جنينية أو إسقاطات وخاصة الإسقاطات وساعتها وخشبة.